صباح الخير. قمت الصبح كده جعانة فقلت بقى اما اعمل سندوتشات كده سهلة وسريعة ومش بتاخد اكتر من 5 دقايق يعني. فجبت رغيفين عيش، اي نوع عيش عندكم بس يكون اهم حاجة بيتفتح يعني. ما يتقص بالمقص او يتقطع بالسكينة، يكون من جوه بيتفتح. هجيب صينية زي دي كده، او الصاجة بتاعة الفرن المتوفر اي حاجة، وهحط فيها حبة زيت وهركنها كده على جنب. وهجيب بقى عيش زي ما قلتلكوا كده اي نوع، وهقطعه على نصين، وزي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بقى بيكون بيتفتح كده. وبعد كده هجيب بسطرمة وجبنة تركي. انا حشيته بسطرمة وجبنة تركي، انتوا ممكن تحشوا اي حشوة، اللي عايز يحشيه جبنات بس، جبنة مثلثات على جبنة شيدر، وتحط عليه طماطم وفلفل وكده تمام. اللي عايز يحشي بسطرمة، اللي عايز يحشي مثلا لحمة تكون نية مش مستوية، ويدخلوا الفرن ويعملوا زي العيش باللحمة ويبقى في العيش ده تمام. اعملوا اي حشوة انتوا عايزينها. هنا انا حشيتها بس بسطرمة وجبنة تركي عشان انا هفطر بيها. وهحط فيها حبة طماطم، هقطع طماطم كده مكعبات صغيرة خالص. يعني ممكن تستبدلوا الحشوات دي مثلا لو عيش باللحمة مثلا، ممكن تعملوا اللحمة تتبلوها عادي زي العيش باللحمة وتقطعوه كده وتحشوه لحمة وتحطوه في الفرن وتطلعوه لما ياخد لون من فوق وتحت ذهبي. هنا بقى النص التاني هحشيه برضو بنفس الطريقة، وهعمل في الرغيفين كده يعني الرغيفين اللي معايا هيطلعولي 4 تنصص تمام. هو هنا مش هياخد في الفرن اكتر من 5 دقايق اصلا. او انا حشيت بسطرمة التاني، وهنزل بقى فيه بالجبنة التركي. ممكن تعملوه جبنات بس، بيبقى حلو قوي قوي برضك. جبنة بقى ما تسيح كده جواه موتزاريلا على جبنة تركي على جبنة شيدر لو عندكم جبنة مثلثات. والاطفال كمان هتحبوا قوي لو عملتوه بقى جبنات كده وسيحتوها في الفرن و... وحطيتوها في اللانش بوكس بتاع الاطفال هم رايحين المدرسة او الحضانة. هتبقى حاجة مختلفة بالنسبة لهم وهيحبوا طعمه قوي. الجبنة لما بتسيح على بعض بتدي ميكس جميل. بصوا بقى ده ما كانش بيتفتح قوي. هو ايه يعني اتخرم مني حتة صغيرة، بس انا هحشيه على كده يعني مش هتأثر. اي حاجة هحشيه، وحتى لو اتخرم مش مشكلة عادي يعني، مش هيأثر في حاجة، مش هينزل حاجة منه، لان انا هفتح عليه الفرن من تحت ولما من تحت يتحمر هفتح عليه الشواية دقيقتين تحمر بس الوش بتاعه خلاص. اهوت انا كده حشيت كده 3 تنصص. النص بقى التاني بصوا اتفتح مني فتحة بقى من النص اهو زي ما انتوا شايفين كده. كنت بحاول افتح فيه ما كانش راضي يتفتح تمام. برضه هحشيه على نفس وضعه كده، وهخلي الحتة اللي اتخرمت مني دي من فوق علشان لما افتح الشواية يعني ومش هقلبه. لما هفتح الشواية هيتحمر مش هينزل الجبنة ولا طعم البسطرمة ولا اي حاجة. اهو هدخل بقى فيه كده الجبنة التركي وهحطه بقى على الجنب اللي هو مش مخروم. هخلي الفتحة اللي فيها فوق عشان ما تنزلش حاجة في الصينية. اهو بصوا كان مفتوح مني ازاي، خليت بقى الفتحة فوق ما نزلش معايا اي حاجة. وانا كانوا حبة طماطم حطيتهم في الساندوتش التاني. هاجي بقى على وش كده الساندوتشات هحط حبة زيت زي ما انتوا شايفين كده. هحط حبة زيت على وش الساندوتشات تمام. وهدخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة في الفرن، واول ما تاخد لون دهبي من تحت افتح عليها الشواية. وده كان شكله بعد ما خلص. يا رب تجربوه يعجبكم. بألف هنا وشفا عليكم. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.